التقدير. فنجان اسبريسو طبعا. عايز اتجوز. السمر، ان انا نخش السمر. ان حد يعمل لي شاي. الفلوس. الصبح وبالليل. لا الصبح. الصبح طبعا. يعني بشتغل صبح وبالليل فمش فارقه. بالليل طبعا. بحب اشتغل الصبح، انا مورنينج بيرد. ان انا اسيطر على اعصابي. خاصة. سندوتشات زيكو. انه بيبقى تشالنجينج وانك تكون عايز تثبت بينك وبين نفسك انك قادر تخلصه. ان المديرين اللي حواليا بيحفزوني اكتر. ان انا ما بحبش حاجه تقف قدامي، لازم كل حاجه اعملها وتتقفل خلاص، ما فيش حاجه تبقى مفتوحه وما عملتهاش. هعترض طبعا. ممكن افصل شويه بس انا ما بشتغلش وانا مش مرتاح الصراحه. بعترض. احاول اوصل لحل واكون هادي واحل المشكله اللي قصادي. برجع واشوش عبد الله. ولا حاجه، هسيب الموبايل واحط ايربودز في ودني واسمع اغاني. كده وكده. مفيش ديزاينر ما بيسمعش حاجه وهو شغال. الاثنين. لا انا ما بعرفش اشتغل في هدوء، ما بعرفش اذاكر في هدوء، ما بعرفش اعمل اي حاجه في هدوء، لازم يكون في مزيكا. لا انا اللي اعمل الدوشه. لا بحب يكون في هدوء، ما بعرفش اركز لو في موسيقى. الناس تبقى مبسوطه من الشغل. الله ينور. لما بتشكل عليا. لما اصحابي يشيدوا بيا في حاجه انا عملتها جديده يعني. لما اللي حواليا يكون حاسين ان انا عملت فعلا حاجه كويسه. لما مستر وائل يقول لي برافو عليك يا بنت يا رنا. هنام. هسلم التاسكات المتاخره. بقضي مع صحابي. والله لو عايزين اجابه نموذجيه هروح الجيم، احاول اطور من نفسي وكده، انما انا بنام. اتعلم حاجه جديده. هنام. ديفنتلي هنام. الفيدباك بتاع الناس لما الناس تشوف شغلي في السوق. في مرونه ان انا اعمل اللي انا عايزه. بحب الموشن جيم. الانفايرمنت الصراحه. ان زمايلي بيدعموني. البريك لما بنتجمع في المطبخ. كوره طبعا. ازاي تخنق جارك. ممكن جي تي اي. متهيألي مفيش غيرها، فيفا يعني. ممكن لعبه واتش دوجز 2. سكواد جيم. هفكر في شغل جديد. هنام. كلام خطيبتي. عامل نفسي شغال. ما فيش يوم ما فيهوش تاسكات، مستحيل. هرازي في التيم، هشوف كل واحد بيعمل ايه. بحب اتمشى لوحدي. انا كنت بشتغل كونتنت وبإديت فيديوز وانا مقدم على اني جرافيك ديزاينر بس. بحب ارسم جدا لما اكون متضايق. ان انا كنت مصنف في فيفا على افريقيا. ان انا بدات سلسله جديده بنزلها على التيك توك قريب. ان انا بشتغل مع سيلبرتيز في البيزنس الخاص بتاعي. كنت راكب البنانا بوت في دهب ولقيت القرش جنبي عادي وانا مفيش اي حاجه. انا كان قاعد معايا واحد صاحبي في اسيوط لما انا كنت في كليه صيدله، كان عليه 5 كان ملبوس، لا واحنا كمان حضرناه بس يعني، فكانت تجربه مش لذيذه. ان انا كنت في مره في امتحان وبحاول اغش من واحده زميلتي قدامي، وانا بحل زميلتي كانت مشيت وانا ما خدتش بالي، فالمراقبه جت قعدت قدامها وانا ما كنتش عايز ابص لها عشان محدش ياخد باله ان انا بغش، فعماله اقول لها السؤال الاول كده، طلعت هي اصلا المراقبه، في الاخر بصيت لي فاكتشفت انها المراقبه، فعرفتش احور وعرفتش اقول اي حاجه. ممكن وانا قاعد مع حد من صحابي حد جه سلم علينا قال لي السلام عليكم، قلت له عليه افضل الصلاه والسلام. ان انا مره نزلت بوست اكونت في اكونت تاني خالص. فيلم اوبنهايمر قنبله ذريه. هي تبقى تقيله شويه بس انا بحب كاستاوي جدا الصراحه. ممكن عسل اسود. انسبشن. شورت وفانيلا وكاب. هي فوضى. صراحه بقى كل المواقف في حياتي بقت مضحكه. كانوا في مره طالبين اكل فكلهم عمالين يتخانقوا على السندوتشات بتاعتهم اللي هي اصلا ما جاتش، وانا كنت باكل السندوتش بتاعي. هنا في الشغل بعد الساعه 7 سمعت صوت خربشه جوه في المطبخ، ما كانش في حد موجود. مره كان فاضل ساعه على مواعيد العمل ونروح، فانا وصاحبتي قررنا ان احنا ننام شويه لحد ما تيجي الساعه ونروح، والحمد لله نمنا وصحينا الساعه 9 بالليل والشركه مقفوله.